يا مساء الخير على كل مستمعي راديو مبدعون وتاني حلقات برنامجكم كلام في الرياضة مع شروق عبد المعطي. وزي ما انتوا عارفين اننا هنقدم لكم كل اللي عايزين تعرفوه عن عالم الساحرة المستديرة من ارض الملعب. ولكن النهاردة حلقتنا حلقة خاصة شوية. النهاردة حلقتنا بمناسبة الملحمة التاريخية بين الاهلي والزمالك 27 نوفمبر. وعشان يوم 27 ده يوم مش عادي، قررنا النهاردة في برنامج كلام في الرياضة نجيب لكم ضيف مش عادي، ضيف من ضمن نجوم الساحرة المستديرة، نجم صاعد، خليفة عصام الحضري، خليفة الشناوي، خليفة حسن شحاتة، خليفة كل نجوم حراسة المرمى في مصر. النجم اللي معانا النهاردة هو كابتن حسام العقباوي، واللي هيتناقش معانا النهاردة في أهم تفاصيل مباراة 27، وهيقول لنا مين الأقرب ليها، وهنناقش معاه أهم المواضيع بالنسبة للجماهير. بداية نرحب بكابتن حسام العقباوي، نجم ناشئ الإنتاج الحربي وجول كيبر شبان قنا الصاعد إن شاء الله للممتاز، واللي هيقدم مستوى باهر إن شاء الله هيبهر الجميع بيه. أهلا يا كابتن. اهلا بحضرتك، اهلا بيكي، يا رب تكوني بخير يا رب. اهلا بيكي. انا مبسوط اوي ان انا ابقى موجود مع حضرتك النهارده، ويا ريت تبقى حاجه كويسه النهارده ان شاء الله كده. إن شاء الله تكون حلقة كويسة عشان انت فيها يا كابتن. في البداية كده عايزين نسألك عن توقعاتك لماتش الأهلي والزمالك. طبعا ملحمة تاريخية، دوري الأبطال الزمالك عايزاه والأهلي عايزه، والأهلي ما خدوش من 2014، الزمالك عايز الستة. ففي ملحمة تاريخية في اليوم ده يوم 27. عايزين نسألك، شايف مين الأقرب لحصد اللقب، وشايف مين اللي انت عايزه ياخد اللقب؟ مين انت بترشحه للقب ده، ومين شايفه يستحق انه ياخد اللقب ده او هو اقدر بانه ياخد اللقب ده؟ والله في الاول قبل ما اجاوب حضرتك يعني، فهو بالتاكيد يعني هيبقى ماتش صعب 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 جدا على اللعيبه في الملعب قبل الجمهور، لان الجمهور في الاول وفي الاخر جمهور هيبقى فرحان بفرقته انها كسبت، والجمهور التاني ممكن هيبقى زعلان جدا ان فرقته ما كسبتش البطولة وكده. فتقريبا الماتش هيبقى مضغوط، او هيبقى في ضغط جامد قوي على اللعيبة في الملعب. ده غير ان كمان ان البطولة خلاص هو ماتش واحد، يعني هيحدد مين بطل اللقب وكده. بس انا اتمناها اهلاويه ان شاء الله، وربنا يكرم كده وتبقى من نصيب الاهلي البطوله ان شاء الله. وبالتاكيد يعني هيبقى ماتش حلو قوي، وان شاء الله يطلع ماتش يليق باسم مصر وكده ان شاء الله يا رب. الله تكون مباراة ممتعة تستمتع بيها كل جماهير الكرة المصرية، وتكون حاجة كده مميزة جدا جدا نفتخر بيها قدام العالم كله. طيب يا كابتن، تقدر تتوقع لنا تشكيل الأهلي والزمالك اللي هيبدأوا بالمباراة؟ تقدر تقول ايه هو التشكيل الأقرب بعد كم الغيابات اللي عند الأهلي والزمالك؟ تقدر تتوقع لنا تشكيل معين تبدأ بالمباراة؟ والله ان شاء الله تبقى ماتش كويس وماتش جامد قوي، ويبقى ماتش يليق باسم مصر ان شاء الله. لا لا لا، طبعا صعب دلوقتي ان حد يتوقع تشكيل الفرقتين، لان دلوقتي الفرقتين تقريبا عندهم اصابات كورونا وكده فتقريبا هتبقى صعب جدا ان حد يتنبأ بتشكيل الماتش غير قبل الماتش بساعة، بعدد الاسكور او بعدد اللعيبه اللي موجوده حاليا هتبقى في الماتش. يعني ان شاء الله ان شاء الله يوم الماتش كده، ليلة الماتش او يوم الماتش الصبح كده ممكن نقدر نقول تشكيل الماتش، انما دلوقتي صعب جدا حد يقدر ممكن يقول تشكيل اللقاءين، لان ممكن اي حد او اي لاعب معرض سواء في الاهلي او في الزمالك معرض للاصابة او معرض اصابة بكورونا وكده، وربنا ان شاء الله يبعد عنا الاصابات ويبعد عن الناس كلها ان شاء الله. وان شاء الله تبقى بداية كويسة لاسم مصر واسم مصر يرجع تاني برضو كده يعني. حسام، شفنا في اللقاءات الأخيرة الأهلي بيعتمد على الضغط العالي والهجوم بكثرة على المنافس دايما في المباريات اللي فاتت مع موسيماني. وشفنا الزمالك في أكتر المباريات الأخيرة مع باتشيكو بيلعب على الهجمة المرتدة وبيستغلها جدا وبيكسب بيها. تفتكر لو لعب الزمالك على الهجمة المرتدة والأهلي بالضغط العالي في المباراة القمة، مين هيبقى ليه الأفضلية إنه يفوز بهذه المباراة؟ اكيد طبعا، اكيد احنا لاحظنا في الماتشات الاخيره للزمالك او للاهلي، الزمالك دايما بيبقى متماسك في الحته الدفاعيه كويس، فصعب جدا بيخش فيه جوان وكده. والاهلي مع موسيماني شكل تاني اكيد يعني، وبيبدا
من الكرة من تحت ويبتدي بيهاجم بكثافة عددية أكتر، لأن هو من حق الأهلي طبعا عايز يكسب وعايز يخلص الماتش بدري بدري. بس تقريبا الماتش ده بالذات هيبقى صعب، هيبقى صعب على الفرقتين. الزمالك مش عايز الماتش يروح منه بدري، لأن برضه في وقت إضافي وفي ضربات جزاء ممكن يقدر يحسم فيها الماتش. والأهلي برضه الماتش ده هيحاول على قدر الإمكان إنه يحافظ ما بين الهجوم والدفاع، لأنه برضه مش عايز يغامر قوي، لأنه برضه عامل حساب لفرقة الزمالك، فرقة كبيرة وفرقة محترمة. فتقريبا الماتش هيبقى منحصر في نص الملعب، فلو نص الملعب بتاع الأهلي كويس هيفرق معاه جدا جدا في الماتش. خلينا كمان نسألك ايه سبب التشاحن بين الجماهير؟ ايه سبب الغضب اللي بقى مالي قلوب الجماهير؟ هل هو الإعلام ولا اللاعبين نفسهم؟ يعني هل اللاعبين نفسهم هم سبب من الأسباب اللي تخلي الجماهير تبقى متضايقة وعندهم شحنات جواهم والحاجات دي، ولا في سبب تاني للشحنة اللي بتبقى جوا الجماهير من غضب للفريق التاني؟ لا 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 طبعا اللعيبة، لا لا طبعا مفيش الكلام ده خالص. على فكرة اللعيبة ما بين بعضها أصحاب وإخواته، بيخرجوا مع بعض ويطلعوا مع بعض، ممكن بعد الماتش تلاقيهم يطلعوا مع بعض ويسهروا مع بعض عادي. إنما هو بس كل المشكلة إن كل جمهور بيحب فرقته زيادة عن اللزوم ومش بيحب فرقته يخسر. فده بيدي انطباع إن أنا عايز لازم أكسب لازم أكسب. فعشان كده هتلاقي جمهور الاهلي بيحب فرقته قوي قوي، وجمهور الزمالك بيحب فرقته قوي قوي، مش عايز فرقته يخسر. فده في حد ذاتها كل فريق بيغير على كل جمهور بيغير على الفريق بتاعه كده. ففي حد ذاتها دي بتخلينا انا احب فرقتي اكتر. يعني انا بحب الزمالك، خلاص انا فرقتي مفيش حد زيها. انا بحب الاهلي، مفيش حد زيها. طبعا لازم يبقى كل فريق كل جمهور بيغير على فرقته، وده بحد ذاته مش مشاحنات ولا حاجة، وده على فكرة حب طبيعي جدا. ف انما بالنسبة للعنف او اللي بيحصل في الماتشات وكده بتبقى حاجات خارجة عن النص او خارجة عن القانون، فدي بتبقى حاجات صغيرة وكده. انما لا، الحب موجود، الغيرة موجودة في كده الفرقتين يعني. تمام يا كابتن حسام، سعدنا بلقائك جدا جدا، شرفتنا ونورتنا في راديو المبدعين. ان شاء الله يبقى لنا لقاء تاني معاك، ويكون افضل ان شاء الله بعد الفوز، اذا كان الاهلي ولا الزمالك الافضل فيهم. وفي الاخير كده نحب نشكرك على مجهودك معانا وعلى تشريفك لينا وحضورك النهارده. ماشي، ربنا يخليك يا رب، وان شاء الله بالتوفيق.